كل الادله اللي بتوصي على الرفق بالحيوان حضراتكم عارفينها كويس، ومع ذلك تلاقي بعض الناس طالعه لك تقول لك انا مش عارف اعيش، انا كل يوم والتاني الحيوانات تاكل عيل من عيالي، كل يوم والتاني ياخدوا رزقي، كل يوم والتاني ياخدوا ورثي، انا مش عارف اعيش. بتدافعوا عن الرفق بالحيوان؟ خدوا الحيوانات دي عندكم في البيت وكده تبقى المشكله اتحلت. لو انت شايف او تفكيرك المحدود للاسف الشديد هيأ لك ان ده الحل في ان انا المهم واخدهم عندي في البيت، فاسمح لي اقول لك انت في الكنافه. ليه بقى؟ لان اللي بيدافع وبينتقد الناس اللي بترمي زباله في الشوارع بدل ما ترميها في الصندوق، خلاص يبقى الحل يروح يلم الزباله كلها اللي حوالين الصناديق وياخدها عنده في البيت. واللي بيدافع عن الاطفال اللي بتشتغل في الورش تحت السن وبتتضرب وبتتهان، لا يا باشا، روح لف على الورش، خد الاطفال دول عندك في البيت. واللي بيدافع عن الناس المشردين اللي بيناموا على الارصفه وبيطالب الدوله ان هي توفر لهم مكان يعيشوا فيه عيشه كريمه، لا، روح خد المشردين دول عندك في البيت. اذا كنت شايف ان ده الحل فخلاص انا اروح الم الكلاب والناس دي تعمل كده. كل واحد بيدافع عن قضيه، مع احترامي الشديد للقضيه اللي بيدافع عنها، خدهم عندك في البيت، ده الحل، لم وخد عندك في البيت. الدوله دلوقتي بتحل ازاي؟ الدوله مع المجتمع المدني ماشيين في خطه تعقيم تطعيم عشان السيطره على الاعداد وعشان خاطر الحيوانات دي تطعم ضد الامراض. لان الحيوانات دي لو خدناها زي ما انت ما عايز ورميناها في الجبل ورميناها في اي حته والشوارع فضيت للعرس والفئران، فالعرس والفئران هتخش بيتك اسهل، هتنقل لك سعار برضه، وهتعض وهتموت وهتنقل امراض اخطر بكتير. انت عايز تفضي الشارع للقوارض، صح كده؟ فده تفكيرك للاسف الشديد. اذا كنت انت مش قادر تصبر، مش سايب الناس اللي بتشتغل على ارض الواقع انها تحل لك المشكله بطريقه دينيه اخلاقيه انسانيه، فاسكت ارجوك، ما تخشش تفتي، سيب الناس تشتغل، سيب الناس تحل المشكله. دلوقتي الدوله والمجتمع المدني ايديهم في ايدين بعض عشان يريحوك، بس انت مش مريح نفسك.